طيب في معلومة أنا عرفتها، ليه قصص حب كتير ما بتكملش، وليه في جوازات بتفشل بالرغم إنها أصلا كانت مبنية عن الحب وممكن ما يكملوش. أنا مش استشارية ولا أي حاجة، ده أنا كنت بقرا كتاب، فالكتاب ده يعني فهمت منه حاجة، فقلت أنا أقولها لكم لوجه الله. في ناس كتير قوي بتبقى فاكرة إن الحب هو أهم حاجة في أي علاقة، وبيحطوا الحب نمرة واحد قبل أي حاجة في أي حاجة، وبيجنوروا أو بيتجاهلوا حاجات كتير قوي، وبعد كده بيلبسوا في الحيطة بمعنى أصح. طيب لو احنا حطينا الحب في المرتبة الأولى علشان العلاقة دي تكمل، أو بلاش تكمل، علشان نقدر نديها بنزين شوية علشان تكمل، لأن احنا لو تجاهلنا حاجات تانية كتير زي التفاهم، زي الاحترام، زي التكافؤ، زي حاجات كتير قوي. لكن لو احنا حطيناه في المرتبة الأولى عشان يكمل، محتاج ايه؟ محتاج انك تفهم كويس قوي لغة الحب بتاعت الشخص التاني اللي معاك. لغات الحب 5، فكل حد فينا مختلف عن التاني، احنا مش زي بعض. كل حد فينا ليه لغة حب بيحب يتحب بيها، ولغة حب بيبقى مستني اللي قدامه يديها لي. يعني لو انا مثلا بحب الكلام الحلو، فلغة الحب بتاعتي كلام الحلو، انا مستنية اللي قدامي يديني كلام حلو كتير. ولو اللي قدامي مثلا بيحب الهدايا، لغة الحب بتاعته اللي هي الابريشيشن والهدايا. لو لقاني عمالة اقول له كلام حلو بس ما بديلوش هدايا، كده مش هيبقى مبسوط. ونفس الكلام لو هو برضو اداني في هدايا من غير ما يقول لي كلام حب، انا حاسه ان في حاجه ناقصه، حاسه ان كل واحد فينا بيتكلم في وادي. انا قلت اكزامبل بسيط قوي، بس الموضوع اعمق من كده بكتير. فلو انت مش فاهم لغه الحب بتاعت الشخص اللي قدامك كويس قوي، العلاقه دي most probably هتفشل. كان في مثل في فيلم اسف على الازعاج لاحمد حلمي ومنى، لما قالت له، لما مش فاكره المشهد، كان بيقول لها ما حبيتيش او ما اتجوزتيش، مش فاكره حاجه زي كده يعني. قالت له مثل حلو قوي: في برواز حلو قوي وفي لوحه حلوه قوي، لما اتحطوا مع بعض بقى شكله منفر جدا، لان البرواز محتاج لوحه تانية واللوحه محتاج برواز تاني. فمش كل اتنين يبقى من بره شكلهم ينفع مع بعض، او هما الاتنين حاسين بمشاعر هينفع يكملوا مع بعض، طالما هما مش لايقين على بعض.